السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوصفة ديالنا ديال اليوم كيف ما كتشوفوا هي السفة ديال الشعرية. غادي نحضرها معكم بواحد الطريقة اللي هي باينة وواضحة. فكنعرفوا بأن المشكل ديال السفة هو أنه كنخافوا تعجل لينا، فمتأكدة إلا تبعتوا الطريقة ديالي ديال تحضير السفة فغادي تنجح معكم إن شاء الله من المرة الأولى. فكتجي غزالة بواحد المذاق زوين. فهاد السفة هي اللي كنعتمدوها بزاف، اما هكذا ديروها مدفونه او لا ممكن ترافقوها بالنسبه للاطباق ديال العراضات، يعني بالدجاج مفور او لا اللحم محمر، ولا المهم كيكونوا اطباق اللي هما هكذا هماويين ديال العراضات. انا اليوم غادي نديرها معكم غير باللوز والسكر. بغيتو ديروها مدفونه بامكانكم تزيدوا. فكيف ما كتشوفوا هنا انا الشعريه اللي استعملت هي هذه ديال الاتقان ديال الباكيه. عندي هنا نص كيلو ديال الشعريه ديال السفه، وواحد الكميه ديال زيت المائده اللي غادي نحتاجوها في كل مره باش هكذا ما كتعجنش معنا السفه. خديت تما تقريبا انا واحد جوج ديال المعالق كبار ديال زيت المائده، وكنديرهم هكذا على الشعريه باش كنلبسوها مزيان بداك الزويته هذيك. هذه هي المرحله الاولى. هنا ما كنديروا لا ماء لا حتى شي حاجه، فقط الزيت الزيت فقط اللي كنلبسوا به هاد الشعريه هذه كيف ما كتشوفوا هنايا. وكنتكيسوا عليها باش ما كنحاولوا ما كنهرسوش داك الشعيرات ديالها. صافي هنا من بعد ما درنا فيها الزويته كنديروها في الكسكاس ونردوها تفور. فهذه هي المرحله الاولى. يعني المرحله الاولى فقط الزيت، يعني ما كنحتاجوش لا الماء لا حتى شي حاجه، الزيت فقط كيف ما كتشوفوا. فاكيد ان كل ما كايناش شي امراه مغربيه اللي ما صوبتش، اللي ما فايتش ليها صوبه السفه. غير انا بغيت نتقاسم معكم الطريقه ديالي وصافي. ما كل امراه عندها طريقتها الخاصه. هذه انا بالنسبه لي الطريقه الناجحه اللي ما نبدلهاش. كنشوف في اليوتيوب بزاف ديال لي فيديو ديال تفويره وحده وديال جوج تفويرات، المهم الى غير ذلك. انا صراحه هذه هي الطريقه اللي كنعتمد وفايته جربتها ونجحت معايا. هنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما درتها في تصفور خليتها تقريبا واحد 20 دقيقة حتى ل 25 دقيقة، يعني نعطيوها الوقت الكافي في التصفوار. من بعد ما تفورات كنزولوها. هانتوما كيف ما كتشوفوا ما كنكبوهاش في القصريه ديالنا، كنكبوا عليها واحد تقريبا يطرو ديال الماء بارد من الروبيني، وهي في الكسكاس. كنكبوا عليها داك الماء، كنبداو شويه بشويه تقريبا واحد ليطرو، ونديرو من تحت من الكسكاس ديالنا واحد لو بول اللي غادي تصفى فيه داك داك الماء، يعني ما غاديش يبقى فيها. صافي هانتوما كتشوفوا هنايا. يعني هنا في هذه المرحله هذه شربت لينا غير واحد شويه ديال الماء، ما غاديش تشرب لينا بزاف ديال الماء. يعني الماء كله غادي ينزل، ما تشرباتش بزاف. هانتوما كيف ما شفتوا. فمن بعد ما صفى لينا داك الماء دابا عاد غادي نخويوها في القصريه ديالنا. هانتوما كتشوفوا يعني راه مازال هنايا ما خداتش الحق ديالها في الماء. يعني هذه المرحله الثانيه ما غاديش نزربوا عليها بالماء، ولا غادي نديروا فيها كميه كثيره ديال الماء هكذا باش ما تعجل ليناش. صافي كنبداو نفكوها بحال هكذا. هانتوما كتشوفوا. ثم نخليوها واحد شويه، واحد 5 ديال الدقائق تقريبا، غير بين ما تشرب لينا. وندهنوها بشويه ديال الزيت، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال زيت المائده. هنا ما نهائيا ما غاديش نديرو زيت الزيتون ولا الزبده ولا هذا. في هذه المرحله ضروري من الزيت، يعني الزيت هو واحد آه، ما عرفتش شنو غادي نقول لكم. هو اللي كيساعدها انها ما تعجنش لينا. صافي هنايا عاوتاني كنردوها التفويره الثانيه.
اذا فهاد الطبق ديال السفا كيف ما فايت قلت لكم، فبامكاننا نقدمو هكا كبلا اللي هو مثلا شي طبق اللي هو ثالث، ولا في المناسبات كيحطوه بحال هكذا. كما بامكاننا نعتمدوا هكذا باش نديروه اما ب مدفونه السفا المدفونه خلاص اللي كنديروا بالدجاج وهذا، او لا نرافقوه كيف ما قلت لكم الاطباق اللي تكون هكذا هماويه، اما الدجاج مفور او لا دجاج محمر، او لا اللحم اللي كيكون محمر حتى هو كنرافقوه هكذا بالسفه كيجي زوين. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما درناها تفور واحد 20 دقيقه تقريبا، اذا في كل مرحله تقريبا 20 حتى 25 دقيقه اللي حنا كنخليوها في الكسكاس ديالنا تفور. هنا فمن بعد ما حيدناها هانتوما المره الثانيه خوينا عليها غير الماء بارد وسميتو وزويته. دابا غادي نكبوا عليها تقريبا هذا الكاس كله ديال الماء. هذه هي التفويره الثالثه. فتقريبا هذا الكاس كله ديال الماء راه حنا غادي نكبوا عليها، وما تخافوش نهائيا انها غتعجن معكم ولا شي حاجه. هنا راه الماء غادي يهبط لكم لتحت في القصريه وغادي تشربوا، يعني ما غادي تبقى حتى حاجه. هانتوما راكم شفتوا كبيت كاس كله تقريبا كاس كبير اولا جوج كيسان ما عامرينش ديال العنبه. صافي هنا غادي نعطيوها واحد شويه ديال الوقت باش تشرب لينا داك الماء اللي درنا لها. هنا غنخليوها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى ل 15 دقيقه بين ما تشرب لينا، لان داك الماء راه هو دابا كله هانتوما كيبان لكم تما في القصريه راه نازل لتحت، مره كنحركوا باش كنقلبوا داك الشعريه ديالنا اللي لتحت يولي الفوق واللي الفوق يولي لتحت هكذا باش كلها تشرب لينا داك الماء اللي درت. هانتوما شفتوا دابا هنايا ما بقاش داك الماء نهائيا، شفتوا كله شرباتو، يعني داك الماء اللي كان لتحت كله شرباتو الشعريه. هنا عاوتاني نفس الشيء غادي نديرو واحد شويه ديال الملحه باش كتحيد لينا داك البسوليه. واخا حنا غنديروها حلوه، ولكن هذا لا يمنع اننا نديرو فيها واحد المعلقه صغيره تقريبا ديال الملحه. صافي هنا كنديرو المليحه وعاوتاني كندهنو بالزيت. هانتوما كيف ما شفتوا ضروري من الزيت. صافي وعاوتاني كنلبسو داك الزويته في السفه كلها ونردوها تفور. اذا هذه هي التفويره الثالثه ديالنا. اذا فالسفه النورمال ديالها بالنسبه للتفور هو 4 ديال التصفيرات. الاولى ديال الزويتات، الثانيه كنديروا عليها الماء البارد، الثالثه كنكبوا عليها الماء، وايضا الرابعه عاوتاني كنزيدوا الماء. دابا تشوفوا صافي. هنايا حتى حبه ما غاديش نخلي نخلي في القصريه ديالي، يعني انا متابعه زعما كنجمع داكشي من القلب. صافي هنايا غادي نديروها تفور كيف ما قلت لكم، ومن بعد ما تفورات ما صافي ما غاديش نبقى نطول هكذا في الفيديو ديجا غادي يجي طويل. صافي دابا التفويره الاخيره ديالنا اللي غادي ندير فيها عاوتاني. نتوما شفتوا داك الكاس ديال الماء باش نزيد نحلها بالماء. انتم واخا درت داك الكاس في الاول ديال الماء ها هي نهائيا ما تعجنات ما حتى شي حاجه. شوفوا كي كتفك بسهوله. وكنكب الماء نيت ان الكاس الاول كيف ما قلت لكم الكبير، وهذا الكاس هذا الثاني تقريبا ما غاديش نديرو كامل ولكن نقول تقريبا كاس. سخونه اللي يقدر يدير يدو يدير، ما قدرش يدير بالفورشيط اولا بمعلقه. المهم ليسونسيال انها خاصها تفك لينا كلها. فانتم كتشوفوا يعني ما تعجنات ما حتى شي حاجه. كتجي طريقه اللي هي ناجحه للمبتدئات اللي ما يمكنش تحشمكم تقولوا غتعجن لي ولا. راه كنعرفوا الشعريه ماشي شي حاجه اللي هي سهله. هذا السفه الشعريه ديال السفه ماشي شي حاجه سهله. هنا انا ديجا كنت مرطبه واحد شويه ديال الزبيب في الماء
وضفتو هاد المرحله ماشي ضروريه، يعني اللي كيبغيه يديرو، اللي ما كيبغيش ما يديروش. صافي خليها هكذا عاديه بلا زبيب بلا حتى شي حاجه. انا درت تقريبا واحد شويه ما كثرتش، درت واحد الكميه ديال الزبيب، درت هاد التفور معاها. هذه التصفيره صافي الاخيره، يعني ما بقيناش هنا غادي نزيدوا الماء مازال. صافي هذه هي المرحله، هذه هي التصفيره الاخرى اللي درت فيها هنايا الزبيب. وغادي نزيد واحد 2 معالق كبار ديال سنيده، معلقه ونص حتى 2 معالق على حسب الحلاوه نتوما اللي كتبغيو. صافي انا كنحاول هكذا الا بانوا لي شي حاجه مجموعين ولا شي حاجه فهي كتفك بسهوله، واخا تبان لكم هكا زعما مجموعه ولا فماشي تعجنات، فهي كتفك بسهوله. صافي غادي نخليوها هنايا نيت تشرب لينا داك الماء مزيان وترتاح. كيف ما قلت لكم فين ما كنضيفوا الماء يعني خاصها تاخذ حقها في انها تشرب داك الماء. صافي هنا فين زدت داك سنيده ديالي، سنيده ماشي سكر كلاصي. ايوا ونخلطوا عاوتاني باش تذوب لينا داك السنيده ديالنا. ها انتما شفتوا، يعني مفروزه ما كاينش حس تعجن نهائيا. صافي هادي من بعد ما درنا هنايا داك السنيده وحسينا بها دابتنا، غادي ندهنها عاوتاني واحد شويه ديال الزيت. انا ما نكثروش، شويه وصافي. يعني صافي هنا راها طابت وراها ما بقيناش نزيدوا لها مازال الماء، غادي نخافوا انها تعجن لينا ولا شي حاجه. فهنا صافي راها نقول تقريبا سالينا المراحل ديالها. نردوها عاوتاني تفور لينا، هي هذه الاخرى، التفويره الاخرى ديالها. وهذا غير نص كيلو تبارك الله، راه دار واحد الكميه اللي هي كثيره، يعني راها كتزاد. يعني الانسان الا كان هكذا عنده شي ضيافه اللي هي كبيره، فكيلو كافيه، كيلو ديال السفه فهو كافيه هكذا الطبله ديال 10 ديال الناس مثلا، حيت هي كتزاد. وهاد الماركه هذه انا هي اللي كتنجح معايا الصراحه، كتعجبني الشعريه ديال السفه ديالها، مزيانه كتصدق زوينه. صافي هنا من بعد ما فورناها، ها هي النتيجه النهائيه ديالنا. هانتوما كتشوفوا فشتو كيف كتفك بسهوله، ما تعجنات ما حتى شي حاجه. هنا في هذه المرحله هذه كان نضيف ليها عاوتاني واحد 2 معالق ديال سنيده، وكنضيف ليها الزبده العاديه، الزبده ضروري العاديه، يعني ما نديروش الزبده ديال البواط ولا اكيد غتضيع لينا المذاق ديال السفه. وبالنسبه لواحد الاضافه اخرى، كل واحد شنو كيضيف، كاين اللي كيضيف نيسلي، كاين اللي كيضيف، انا هنايا درت الفاني غادي ندير الفاني. كل واحد شنو كيضيف، يعني ليكم الاختيار، اما نيسلي او لا الفاني او لا داك الحليب ديال بوليسيم داك هو كيكون شويه عاقد، بوليسيما قيله سميتو هكا بالضبط. المهم انا اما كندير نيسلي او لا كندير الفاني، هادو هما 2 حوايج اللي كندير. صراحه كتجي زوينه. وهنايا درت انا اليوم درت غير الفاني، هو اللي درت معكم واحد 2 ساشيات ديال الفاني كيعطيو حتى هما مذاق زوين. صافي هنا من بعد ما نديرو هادشي هذا غير يتجانس كلشي، وغادي نقدموها ونديروها في طبق التقديم، ما غاديش نعاودو لا نفوروها لا والو. صافي هانتوما كتشوفوا فهي مفكوكه، غير تبرد راه عاد غادي تبان لكم كثر. نتمنى تكون الصوره واضحه. فصدقوني الا تبعتوا هاد المراحل
ما عمر الصفة غادي تحشمكم، يعني غادي تنجح معكم ان شاء الله من التجربة الاولى. هما المراحل بساطين وباينين، يعني شارحين نفسهم. واخا يكون الانسان عمرو ما دارها فاكيد غادي تنجح معاه، غير تكون لا كاليتي ديال الصفه مزيانه. انا عطيت لكم لا كاليتي اللي كنستعمل، نتوما بامكانكم حتى نتوما ديروها. وهذا هو كيكون الشكل النهائي ديال الصفه ديالي. انا زينتها بهذه الطريقه هذه، كل مرة تفنن بالطريقه اللي كتعجبها. نتمنى تكون نالت اعجابكم، والى وصفه مقبله باذن الله.